مفيش حاجة مجانا، اتقوا الله. ما هي التقوى اللي انت تقصدها؟ ايه هي التقوى بالنسبة لك؟ التقوى بالنسبة لك هو ان انا اقعد اشتغل على برنامج من 7 ل 8 ساعات شغل عشان خاطر اقدمه لك مجانا، وفي شخص تاني دافع فلوس عشان خاطر اقدم له الخدمة دي؟ هي دي التقوى بالنسبة لك؟ ما هو انت فهمني ايه التقوى من وجهة نظرك. سبق وقلت ان انا نزلت اشهر 5 برامج تدريبية موجودين عندي على منصات السوشيال ميديا كلها. يعني ببساطة خالص لو انت دخلت على وصف الفيديو اللي انت بتشوفه ده هتلاقي لينكات السوشيال ميديا بتاعتنا. ادخل على الفيسبوك، الانستجرام، ايا كان المنصة اللي هتروح عليها هتلاقي برامج تدريبية جاهزة مجانية. ولكن في حاجة ناس كتير مش بتاخد بالها منها، هو ان البرامج التدريبية المجانية شيء والبرامج التدريبية المخصصة شيء. عملت لك اكتر من باقة تدريب مختلفة عشان تساعد الناس كلها، المقتدرة والغير مقتدرة، لكن الناس عايزة ان انا اقدم لها كل حاجة مجانا 100%، يعني من غير اي مقابل. يعني ال6 شهادات دول و19 سنة في المجال، من شغل بقى في جيمات لغيره 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 لغيره، والتعليم اللي اتصرف عليه فلوس كتير جدا. انت وانت نايم على بطنك تروح كاتب لي كومنت زي ده عشان اقعد اشتغل لسعادتك 7 8 ساعات عشان اقدم لك برنامج تمرين وتغذية مجانا؟ ليه؟ دايب في عيونك؟ ما انا مش فاهمك، ايه الحاجة اللي تجبرني اعمل كده؟ ولا حاجة. هل انا لما كنت بروح تاخد الشهادات دي هل الناس تعاطفت معايا؟ لا. ولو ما ذاكرتش مش هنجح ايا كان المبلغ اللي انا دافعه. يعني ال6 شهادات دول بتمنك انت كشخص كاتب الكومنت ده، بتمنك. يعني انا لو هبيعك قطع غيار دول اغلى منك انت شخصيا. المشكله فين؟ المشكله ان الشرموطه ما تحبش حد يقول لها ان هي شرموطه، لازم نقول لها ان انت اشرف واحده. والنصاب ما يحبش حد يقول له انت نصاب، يحب ان احنا نقول له لا انت واد فهلاوي وذكي وناصح وبتاع. والحرامي ما يحبش حد يقول له انت حرامي، عايز ان احنا نقول له ظروف الحياه اجبرتك على كده. والعويل او الاتكالي اللي هو زيك ما يحبش حد يقول له كده. فانت النهارده داخل تقول لي اتقي الله. انت عارف معنى ايه؟ يعني الجمله دي معناها ايه؟ اتقي الله دي لما تكون دافع فلوس وانا ما قدمتلكش الخدمه اللي انت بناء عليها دفعت الفلوس، هنا تدخل تقول لي اتقي الله. اتقي الله دي تقولها لي لما تكون حاجه بتتباع بره ب 1000 جنيه وانا بايعها لك ب 10. يعني مثلا لو التدريب بره ب 1000 جنيه وانا بمرنك ب 10000 جنيه، هنا تقول لي اتقي الله. وحتى دي برضو يعني ما تقدرش تقول لي عليها اتقي الله، لان كل واحد حسب الخدمه اللي بيقدمها وجوده الخدمه اللي بيقدمها. برضو مش هنا المشكله. المشكله فين؟ المشكله ان الاشكال دي في منها كتير، الاشكال دي في منها كتير جدا. كل واحد عايز الخدمه مجانا. طب ما تخلينا نروح لنقطه معينه كده، الا وهي الناس اللي شبه الناس دي اللي هو بيقول لك الدنيا غاليه والدنيا صعبه. لو الدنيا غالية عليك يا حبيبي ما تلعبش كمال أجسام، روح العب أي رياضة تانية. والله زي ما بكلمك كمال أجسام غالية. أنت ممكن تكون ماما وبابا بيصرفوا عليك في كمال أجسام. أنا بقى من يوم ما دخلت رياضة كمال أجسام دي وبصرف على رياضة كمال أجسام من جيبي الشخصي. يعني ما بروحش اقول لبابا اديني اجيب البروتين، ماما اديني اجيب اكل التمرين، لا. من وانا عيل صغير على فكره. فانت ممكن تبقى شحط كده ونايم على بطنك خايف تنزل تشتغل احسن لما هتهز طيازك هتعرق، فانت خايف على طيازك لا تعرق فمش عايز تنزل تشتغل، عايز كل حاجه تجيلك على الجاهز كده. ليه؟ عشان ايه؟ لما انت حلو وبتعرف تكتب كومنتات كده، ما رحتش ليه لمدرب الجيم اللي انت فيه قلت له انا عايز اعمل 1 2 3؟ اقول لك ليه ما رحتش؟ عشان عارف المدرب رده هيكون ايه، وساعتها انت هتحط جزمه في بقك ومش هتقدر تفتح بقك بجنيه معاه، وانا متاكد من ده. فطالما انتوا حلوين كده في الكلام ما تروح لمدرب الجيم اللي انت فيه. روح يا باشا لمدرب الجيم وقول له انا عايز اعمل 1 2 3. هقول لك روح ادفع بي تي، ما دفعتش بي تي مفيش. انت مش دافع اشتراك للجيم، فتروح بقى يا باشا للجيم. فالنهارده لما هتيجي تقول لي مش عارف ايه، لا انا مش من الناس اللي هي بتتعاطف مع العملاء، ومش هتعاطف معاك انت شخصيا ايا كان ظروفك ايه. انت لو شخص معكش تصرف على كمال اجسام لا هيكون معاك تلتزم بالنظام الغذائي اللي هبعته لك، ولا هتقدر تدفع اشتراك الجيم اللي انت هتتمرن فيه. اقل جيم خالص في منطقه شعبيه تحت الارض 300 جنيه اشتراك، اقل جيم خالص. فانت هتجيب منين فلوس الاشتراك؟ انت معكش فلوس، عملت لك باقه ب 500 جنيه، وعملت لك باقه ب 1000 جنيه، وعملت لك مجموعه برامج تدريبيه احترافيه ب 400 جنيه. بس كل حاجه ليها مميزاتها وعيوبها. يعني باقه ال 500 جنيه دي بتاخد برنامج متكامل مخصص ليك، ولكن المتابعه بتكون شهريه. باقه ال 1000 جنيه المتابعه كل 15 يوم. البرامج التدريبيه عباره عن مجموعه برامج تدريبيه احترافيه قايل لك ازاي تختار البرنامج التدريبي بتاعك، ده غير ان ضايف لك كل حاجه انت محتاجها من تسجيل اوزان وغيره وغيره وغيره.
وازاي تطلع من برنامج لبرنامج. بس دي لا فيها متابعه ولا فيها تغيير خطه ولا فيها حاجه، انت بتستلم البرامج التدريبيه وبتعيش مع نفسك بناء على البرامج اللي انا بعتها لك. انا وفرت لك كل حاجه، انت عايز ايه تاني؟ لا انت عايز بلاش خالص. نزلت قبل كده وقلت ان لو انت شاركت الفيديو وكتبت كومنت هعمل لك برنامج تدريبي مجانا. الناس ما عملتش حاجه وبتشغل دماغها ويدخل يبعت لي على الواتساب انا عملت. طب ما انا بخش ابص ما عملتش. طب ايه؟ انت اصلا مش قادر تتعب نفسك وتحط لايك على الفيديو اللي انت بتشوفه وتكتب تم وتعمل شير للفيديو عشان ابعت لك برنامج تدريبي مجاني. يعني انت مش عايز حتى تفيد غيرك بحاجه مش هتعمل فيها مجهود، لا انت لازم تعمل له 1 2 3 مجانا من غير ليه يا عم عشقك في الضلمه؟ ليه؟ عشان ايه؟ مين انت؟ معرفكش انا اصلا. بص انا هقول لك نصيحه في الفيديو ده، هز طيازك شويه، ما تخافش لما تعرق عادي جدا، ما تخافش طالما بتاكل كويس طيازك مش هتخس، واشتغل عشان تجيب الحاجه اللي انت عايزها، ما تبقاش اتكالي. معظم لعيبه كمال الاجسام كده على فكره، معظم لعيبه كمال الاجسام عمالين يتمرن ويزود في عضلاته ومش عارف ايه، وعلى امل مستني السبونسر. ومستني سبونسر مين يا سبونسر مين يا حبيبي؟ سبونسر مين اللي مستنيه انت؟ هتضيف ايه للسبونسر عشان خاطر يجيلك سبونسر؟ اما تيجي تكلم حد يقول لك لا هيجي لي، لا السبونسر مش هيجي لك عشان عضلاتك، السبونسر هيجي لك عشان انت هتضيف له شيء. مش هتضيف له شيء مش هيجي لك. هيجي لك ليه؟ هي دي لعبه كمال اجسام. انت رياضه كمال اجسام غاليه بالنسبه لك ما تلعبهاش يا عم، روح العب رياضه تانية يعني، ما تتمناش معاك. خد بالك انا متاكد جدا حتى الناس اللي بتجيلي من خارج مصر، الناس دي بتجيلي مش بس عشان خدمتي مميزه، عشان سعر الاشتراك معايا في التدريب الاونلاين ارخص كتير من هناك، من البلد اللي هو فيها. فما تجيش انت بقى تتنصح وتشغل دماغك عليا لان مش هياكل معايا. اما انت بتقول لي انت مش جامد زي المدربين، فممكن سعادتك تبص على شويه الصور اللي قدامك دول وتشوف. طبعا انا مش زي المدربين، اكيد احسن من المدربين كتير. ليه؟ لانك قلتها انا مش زي المدربين، مدرب غير اي مدرب. ليه بقى؟ عشان انت لما بتدفع جنيه بخليك تستفيد بكل جنيه. انما انت لو عايز تتمرن مع مدرب اولمبيات بيمرن لعيبه في الاولمبيات، موجود، ده متاح، ده متاح والله. بس انت اصلا معكش تشترك معايا او مع غيري. هتقدر تشترك مع مدرب في الاولمبياد بالساعه وما بيردش عليك اصلا عشان تبقى فاهم، هو بيبعت لك البروجرام بتلتزم بيه، بيبقى فيه ابديت كل فتره معينه وخلاص. معاك تدفع له معاكش تدفع. فبلاش الكلام اللي ملوش 30 اي لازمه، وانزل اشتغل وابذل مجهود عشان توصل للحاجه اللي انت عايزها. انا مش بتاع كلام تحفيز ومش عارف ايه والكلام ده، لا انا اتعلمت كده. ومن يوم ما دخلت كمال اجسام حتى لما كان معايا مدرب زمان كنت انا اللي بدفع فلوسه من جيبي. اشتغلت كل حاجه عشان اصرف على اللعبه دي، كل حاجه، كل حاجه بمعنى كلمه كل حاجه اللي تتخيلوا بقى ومن اللي ما تتخيلوش. فانا مش هتعاطف معاك لمجرد انك شخص معاك باكت نت نايم على بطنك تروح كاتب لي كومنت زي ده، مش هتعاطف معاك خالص. الافضل انك تشتغل عشان تجيب الحاجه اللي انت عايزها. يمكن قلت الكلام ده كتير قبل كده. اتمنى تكون رسالتي وصلت لكل واحد اتكالي، لكل واحد عويل مش قادر ان هو يساعد نفسه. محدش يقول لي اصل الظروف صعبه وبتاع، على فكره احنا برضو الظروف معانا صعبه والله. انا مش قاعد في البيت عندي طبيعه الفلوس قاعد بطبع، مش عندي والله. لو عندي والله كنت عملت كل حاجه مجانا. نحب نتعب زيك، نشتغل ليل ونهار، بنذاكر ليل ونهار، الكورسات اللي بناخدها بندفعها بالدولار مش بالمصري، غير طبعا المذاكره، غير اللي احنا بنصرفه على جسمنا، غير التعب والمجهود اللي بنبذله، غير ان احنا ممكن ما ننامش لكن انت بتنام براحتك وبتاكل براحتك وبتنزل تتبسط براحتك وكل الكلام ده. وجاي لي عايز نقدم لك الخدمه دي مجانا. قسما بالله ما هيحصل. لو انت بسببك انا يعني هحيا تاني، هفضل لو انا هموت مثلا ولو قدمت لك خدمه مجانا هحيا تاني، هفضل ان اموت والله العظيم زي ما بكلمك. مش هيحصل اني اشتغل على برنامج مخصوص اقدمه ليك واللي زيك مجانا. طب واللي دافع فلوس ده انت ارجل منه؟ يعني اللي دافع فلوس ده انت احسن منه؟ انت افضل منه؟ اللي دافع فلوس ده بيشتغل عشان يشتري الحاجه اللي هو عايزها، انما انت نايم على بطنك خايف تهز طيازك احسن تعرق وعايز الخدمات مجانا. ده مش هيحصل، لا حصل ولا هيحصل. باي باي.